نكمل سوء الاستخدام وحسن الاستخدام. من الحاجات المهمة برضو اللي جات منها شكاوي وللأسف هي برضو سوء استخدام. الكونسيلر ده بين لي كسرات تحت عيني، طلع لي تجاعيد، عمل لي تجاعيد. لا خالص، هو كل الحكاية ان انتي ما بتحطيش اي كريم او كريم العين. مهم جدا ان انا عشان استخدم كونسيلر، وخصوصا لو كومباكت او تقيل، وهحط طبقتين لو انا عندي هالات، احط مثلا حاجه زي الاورانج ده وبعد كده البيج مثلا، او هحط الاورانج وبعد كده كريم اساس او الستيك اللي زي ده، او لو هحط حاجه لوس زي جورداني، او لو هستخدم كريم اساس كونسيلر يكون مثلا حاجه زي الانكالر كده وبالشيا باتر والكلام ده كله، برضو لازم اساسي كريم العين. بصوا بالطبيعي ان احنا بنحط كريم العين نقطه قد الفص بالظبط، صغنن جدا، وبنقسمه على صباعين الدبله عشان ده احن صباع على طبقه العين، وابتدي اطبطب من بره لجوه من بره لجوه، وبعد كده احط الكونسيلر بتاعي عادي جدا. بعد كده مش هتلاقي كسرات تبان، وما تحطيش كتير. ولما تكوني من الشخصيات اللي عندك اصلا كسرات، ما تحطيش باودر تحت العين. ولو مصر او انت بشرتك تلزم ده، انت من الناس اللي بتعرق، من الناس اللي عندها مشكله انها بشرتها بتزيد او محتاجه تثبيت بالباودر، يبقى بسيط وخفيف قوي وبطبقه ناعمه جدا ما تبينش الكسرات. وحاولي ما تروحيش بيها كتير وتطبطبي وتعملي تكتلات بالباودر. في الحاله دي هو مضطر جلدك يطلع لك الكسرات، مش الكونسيلر اللي عمل الكسرات.